السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم هي كعكات. أنا راح ندير عندي الفول السوداني، يعني اللي يحب يدير باللوز، يعني هي سهلة بسيطة. أنا عندي الفول السوداني، عندي 1 كيلو راح وملح يعني مطحون جيدا. راح تاخدوا معايا المكونات والمقادير، يعني هذه الوصفة أيضا سهلة وبسيطة جدا. راح ناخدوا 3 كؤوس من الفول السوداني بهذه الطريقة. يعني القيس لازم يكون مضبوط، نعمرو الكأس يعني جيدا بهذه الطريقة. 3 كؤوس بنصف كأس من السكر. أنا عندي شوية كمية كبيرة، راح نصنعها كاملة هذه الحلوى. نكملوا الكأس الثاني والكأس 3. يعني قيس لازم قد السكر قد الفول السوداني يعني بالضبط. لازم يكونوا معمرين بهذا الشكل. ناخدوا السكر ايضا، لازم السكر بنصف كأس، لانه بعدها راح هذه الحلوى راح نغلفوها بالشوكولاته البيضاء بهذه الطريقه. نصف كأس بالضبط. نكملوا الكميه اللي عندنا كامله، يعني هذا هو القيس، وبعدها تشوفوا المكونات الاخرى اللي نضيفوها. انا درت الكيل كامل لان عندي 1 كيلوغرام انا من الفول السوداني. راح نضيف عليهم ايضا ملعقه من الفانيلا، ملعقه صغيره بهذه الكميه. راح نزيد نضيف شويه لان نحب النكهه. عندي ايضا بشور ليمون قيمه ملعقتين كبار، بهذه الطريقه ايضا نضيفولها. وعندي ايضا عطر اللوز باش يعطي نكهه في المكونات كامله. ها هو عطر اللوز، عفوا. ضعنا هذه الكميه، بعدها نضيفوا. انا عندي المكونات هذه نخلطها مع بعضها البعض، لانه راح نضيف لها البيض. انا عندي 6 حبات بيض، لكن راح نضيف يعني نوضع بالحبتين ونخلطهم بيدي. بيضتين الاولين نقدر حتى انني نعطيكم يعني الوصفه خطوه بخطوه. انا نضيف 3، من المستحسن نضيف 3 كاملين مع بعض احسن، ونخلطهم بسم الله بيدي كما شفتوا معانا. العجينه كي تلموها، عفوا العجينه كي تلموها يعني ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه، لانها باش من بعدها تنجموا تتحكموا فيها كما تحبوا. ها هي العجينه لميناها كما شفتوا معانا. ها هي انا في كيلو فول سوداني جاني كيس ونصف من السكر، و6 بيضات متوسط الحجم، وملعقتين ونصف من البشور الليمون، ملعقات فانيلا، وعطر اللوز. هذه المكونات كامله في هذه العجينه. نغسل يدينا ونضعوا العجينه على جنب، ومن بعد شوفوا معنا كيفاه نشكلها. بعد ما درنا العجينه، بعد انا درتها شكل كريات كما تشوفوا معايا. انا الوزن تاعها باش تجيني كل الحبات يعني قيس واحد، درتها على 40 غرام، كل حبه ب 40 غرام، يعني باش نجموا نشكلوها وتشوفوا معانا الطريقه. ناخذوا شويه دقيق باش ما تلصقش العجينه في الطاوله، وناخذ قليل ايضا في يديا باش ما تلصقليش ايضا، لان فيها البيض والسكر. بهذه الطريقه راح نديرها على شكل
كيما تشوفوا معنا. اللي يحبها يعني الحبة كبيرة أكتر من هذه يزيد في الوزن، يعني يضيفها حتى 45 عفوا بهذا الشكل. عفوا ما شفتوش معايا الطريقة جيدا. راح نديرها على شكل كعكعات بهذه الطريقة. شكل كعكعات. شوفوا معنا حبة أخرى هاي بهذا الشكل، وندوروها ولصقاها بهذه الطريقة، وبعدها نزينوها ونعدلوها في يدينا. عفوا باش ما تبقاش يعني تكون الحبة كأنها لصقة كاملة. هاهي الحبة هاهي بهذه الطريقة لازم تتلصق وتتمسك جيدا باش تكون حبة بهذه الطريقة. ما تكونش كبيرة. انا دائما نقول الحبة تاعي ما نحبش تكون حلوة، انها تكون حجم كبير. هاهي نكملوا الحبات كاملين وبعدها تشوفوا معنا صينية الفرن. بعد ما درنا صنعنا الكعكات تاعنا، كعكات هذه بالكعكات احنا درناها بالفول السوداني. نوضعوه في درجة الحرارة، درجة حرارة الفرن على 180، ما تعديش 20 دقيقة، لأنه هو يبدأ يحمر من تحت، يعني من تحت او تشوفوه يلصق، لكن من فوق تخليوه يعني ما تحمروه ما تدوروا به، لأنها بعدها راح نغلفوه تبقى يعني هذه الحلوى تبقى طرية وتكون بنكهة الليمون ولا أروع. بعد ما نحطها في الفرن ونخرجها تبرد، تشوفوا معنا كيف ما رايحين يعني نغلفها. هاي حلوتنا طابت، هاي كانت شكلها ولا أروع. احنا عندنا الشوكولا البيضاء كما شفتوا معنا، انا ذوبتها في الميكروويف. هاهي لازم تكون لان هي صفرة يعني ماهيش بيضة مليح. احنا شرينا هذا الملون الابيض لانه هذا مخصوص لحلوة الشوكولاتة. هذا نضيفه باش تجينا يعني بيضة مليح، نضيفوا لها ملعقة صغيرة يعني بهذا الشكل. هاهي باش تجينا تولي بيضة مليح. لو شفناها مازالت مش بيضة مليح نزيدوا لها نسبة شوية قليلة، نصف ملعقة على الأقل. راح نضيف لها أنا نصف ملعقة لأنها ما جاتنيش بيضة مليح. هاهي هاهي ولات لنا بيضة. تسمى هذه الألوان مخصصة الملون هذا الكولوران مخصوص للشوكولا فقط. انا حبيت نزيد نضيف لها اكثر باش تجيني بيضه ملاح، لانها تعطي لمعان. بعدها كي ندير لها هذاك البريون يعني باش يجيني تبان فيها اكثر. ها الان هاي بينت مليح. نبداو نوضعوا الحبه تاع الكعكات هذه. هاهي بالطريقه هذه نغلفوها كامله كما شفتوا، ما نخليو حتى قطعه تبان، ونهبطوها بهذا الشكل حتى تنزل الشوكولا كامله. عفوا هاو نقدروا حتى نغمسوها كامله يعني. هاهي تجي ولا اروع. هاهي هذه الحبه عفوا
نضعها، نمسحوا الجوانب هذوما كاملين ونضعها في. انا عملت صينيه هاو بهذا الشكل. نزيدوا تشوفوا معنا حبه اخرى، انا نغمسها كامله وخلاص ونرفعها بهذا الشكل. تجي شكلها تحفه والله العظيم. شوف حتى الشوكولاته ملاحه كتير يعني، فيها لمعان ولا اروع والله العظيم. انا عجبتني هذه. نكملوا الكميه كامله وبعد كده تشوفوا طريقه التزيين يعني الاخير. بعد ما خلينا الشوكولا شاحت يعني نبداو. انا وضعت عندي لمعان لماع يعني، هذا هاو الشكل تاعو. وعندي هذه الحلوه، حلوه السكر انا شريتها عفوا انا شريت هذه من السوق، شريتها على شكل دب، لانه هذه الحلوه يعني الاطفال اللي يخلقوا جدد. انا هذه عندنا مزيود ذكر، ودرت هذه درت هذا لمعان باش يعطيني لمعان كبير، باش ما تبقاش بيضه يعني شهبه كما هاكم تشوفوا. واللي الابيض يلمع ولا اروع ولا اروع. هاهي هاو درت له بالشكل هذا، ها كامله. هاهي بعد ما نديروا اللمعان هذا لماع، هذا ابيض فوق منها. شوفوا معايا اني ناخذ قطعه من الدب الصغير هذا ونوضع قطعه صغيره جدا على ظهرها باش نلصقوا هذه الحلوى، نضعها على جنب هذا بهذا الشكل. يعني التزيين اختياري صراحه، كل واحد وليه يعني الطريقه اللي يحب يزين بها هذه الحلوى، لانها انا درت هذه الحلوى المولود جديد، هو ذكر عندنا في العائله. درت هذه الحلوى باش نداها في يدي، ندير زياره ليهم. هاهو نكملوا الحلوى كامله وتشوفوا معنا شكلها النهائي. هذا هو شكل النهائي لحلوى نهار اليوم. كانت سهله وبسيطه جدا، زيناها لانه هذه مثلا يكون عندها مثلا مولود جديد ذكر، انا هدير هذه الدب هذا بالابيض والازرق، يعني دليل انه باللي راهو مولود ذكر. واللي يحب ايضا يعني تغيير تكون انثى يديروه بالابيض والوردي. هذه كانت حلوه سهله وبسيطه جدا. شوفوا معنا شكلها كيفاه راهي طريه، يعني والله تحفه. هاهي طريه. هذه الحلوى انا ما نقصهاش بالسكين، يعني من كثرة انها طريها درتها بيدي بهذا الشكل، لانه الفول السوداني من الداخل راهو طري لأبعد الحدود. شوف يعني ندير لها هشة ولا اروع ولا اروع. كاين اللي يحبها تانا بالكلاصاج، انه يدير كما بالكلاصاج بالسكر الناعم والبيض عفوا بالحليب والزيت والعصير ليمون ايضا والحليب عفوا نعاودها، الحليب والليمون وماء زهر وقليل من الزيت والسكر ناعم وملون ابيض. يعني اللي يحب يديرها في مكان الشوكولا، يعني حتى الكلاصاج راهو اختيار، يعني كما تحبوا تنوعوا بالشوكولا او تحبوا كما هكا يعني بالكلاصاج. هذه طريقه انا نعطيكم النوعيه وانتم يعني الاختيار راهو للمشاهد. فضلا منكم وليس امر الاشتراك بالقناه والضغط على زر
لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.